السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا مشاهدي ومستمعي لايف يوتيوب في كل مكان. ترب يضع الأهلي في ورطة، والساطور يعود أخيرا. ما القصة؟ وضع الدنماركي ياس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إدارة الكرة بالقلعة الحمراء في ورطة، بعدما جدد المدرب الدنماركي طلبه للإدارة بسرعة التجديد لأليو ديانج. وأكد توروب للإدارة أن أليو ديانج من أهم اللاعبين في الفريق ويبني عليه خطط الفريق المستقبلية. وحاولت إدارة الكرة بإقناع توروب بأن الأقرب هو عرض اللاعب للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لرفض ديانج تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري. من جانبه طلب توروب الجلوس مع ديانج مرة أخرى ومحاولة تقريب وجهات النظر بين مطالبه المالية وبين عرض النادي عليه، لأن استمرار اللاعب سيكون في مصلحة الفريق. ويطلب أليو ديانج الحصول على 2 مليون دولار في الموسم، فيما توقف عرض الأهلي عند 1,500,000 دولار. ويملك ديانج عرضا من أحد الأندية القطرية مقابل 2,500,000 دولار في الموسم. ويبحث الأهلي عن تقديم عرض جديد وأخير لديانج يشمل منح اللاعب 1,500,000 دولار بالإضافة لمنح التعاقد من أحد رجال الأعمال الأهلوية وبعض الامتيازات في العقد الخاصة بتحقيق البطولات. فيما بات إمام عاشور لاعب وسط الأهلي الملقب بالساطور من قبل جماهير القلعة الحمراء جاهز للمشاركة مع الفريق في المباريات المختلفة، بعدما غاب عن جميع مباريات الفريق هذا الموسم، حيث لم يشارك سوى في بضع دقائق بمباراة إنبي بالجولة السادسة بالدوري قبل أن تعوده الإصابة مرة أخرى، وهذه المرة بفيروس إيه. عودة عاشور جعلت هناك حالة اطمئنان بين الجماهير والجهاز الفني قبل ضربة البداية في مباريات دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال، خاصة أن إمام عاشور أحد الأوراق الرابحة في الفريق وكان أحد الأسباب القوية في فوز الأهلي بلقب الدوري الموسم الماضي. وفي النهاية، هل ينجح الأهلي في تجديد عقد ديانج وأن يكون عاشور سبب إعادة لقب دوري الأبطال للقلعة الحمراء؟ دعونا نرى.